أنا اسمي ريم، ودي حكايتي مع واحدة كنت بعتبرها أختي قبل ما تكون صاحبتي. اسمها هند، متجوزة بقالها سنة ونص. في يوم بعتت لي فجأة رسالة: ريم الحقيني، أنا حامل. أنا صرخت من الفرحة، جريت أتصل بيها وأقول لها: يا بجد، ألف مبروك يا حبيبتي، ربنا كرمك أخيراً. لكن ردها كان صادم: مبروك إيه؟ أنا مش عارفة ده حصل إزاي. ساعتها قلبي اتقبض، فكرت يمكن خايفة، يمكن مش مستوعبة، لحد ما قالت الجملة اللي وقفتني مكاني: جوزي في سفرية بقاله شهر، وأنا لسه حامل من أسبوعين. أنا حرفياً اتجمدت. مش ممكن أسألها سؤال يوجعها زي خنتي، لأن هندي دي أنا عارفاها من وأنا طفلة، مستحيل تعمل كده. عزلت الدنيا كلها وخدت الطريق على بيتها. أول ما دخلت لقيتها قاعدة على الأرض، حضنها فاضي وقلبها مكسور، وبتقول: ريم، أنا مش بفهم. أنا من قبل ما جوزي سافر وأنا بتعب فجأة، وأحس إن في حاجة بتقعد جنبي وأنا نايمة، زي نفس حد، بس مفيش حد. كانت بتحكي وهي مرعوبة، صوتها بيرتعش. كنت بسمع خطوات في الصالة كل يوم بالليل، والنور كان يولع ويطفي لوحده، والبرد، برد مش طبيعي جوه الأوضة حتى في الحر. لما عملت اختبار الحمل كانت مصدومة أكتر مني. ساعتها قلت لها: يمكن في غلط، نروح دكتور نتأكد. بصوت ميت ردت: والله ما قدرت، كل مرة أفتح باب الشقة أحس إني مش لوحدي. وإحنا بنتكلم جرس الباب رن. إحنا الاتنين بصينا لبعض بخوف. هند قالت بصوت واطي: أنا مش مستنية حد. رحت فتحت ولقيت جوزها واقف قدامي، لسه راجع من السفر بدون ما يقول. دخل البيت عادي بيضحك وبيحضنها، وهي واقفة قدامه زي حد شايف كابوس. أنا مسكت اختبار الحمل من على الترابيزة من غير ما حد ياخد باله، ونزلت جري على الصيدلية. التحليل طلع مفيش حمل، ولا حتى هرمون بسيط، ولا أي أثر لحاجة. رجعت أكلمها. جوزها اللي رد: هند في الأوضة، كانت منهارة شوية. قال لي حندهولها. ثواني وسمعت صراخه: ريم الحقينا! جريت على البيت. هند كانت مرمية على الأرض بتعيط لدرجة الجفاف، بس الحمد لله ما لحقتش تأذي نفسها. بعد شهور من علاج نفسي ورعاية اكتشفنا السبب. هند كانت في صدمة حرمان بسبب رغبتها الشديدة بالحمل، وعقلها تحت ضغط الوحدة والليل والخوف بدأ يخلق أوهام وأحاسيس مش موجودة، حالة اسمها Psychological Phantom Pregnancy، حمل نفسي وهمي بسبب الاحتياج الشديد والألم الداخلي. وبعد سنة كاملة علاج، ربنا عوضها بحمل حقيقي، رزقت ببنت سمتها أمان، وقالت: كان لازم أفهم إن الرزق بيجي في وقته، مش بالوجع. لو وصلك الفيديو لحد هنا، قوليلي، هل قابلتي حد تحول خوفه الشديد لحاجة مش حقيقية؟ سارة وحكايتها، قصص واقعية. ادعموني بالاشتراك.